السلام عليكم. هتكلم النهارده ان شاء الله باذن الله على اثار مسروقه ومش بترجع ليه طالما هي ملك المصريين. انا عايزه اقول لكم انا مش محضره الكلام قوي، يعني ان انا هقول ايه، لان الموضوع ده عايزين نتكلم فيه كتير جدا قدام، بمناسبه افتتاح المتحف المصري الكبير. هفضل اتكلم عن الموضوع ده كتير جدا لحد ما نعرف قيمه اثارنا، لان انا بتصدم لما بسمع كلام كتير قوي عن الاثار. قمة في قلة الوعي بأثارنا وجهل شديد جدا. لازم نعرف قيمة أثارنا لأن دي هويتنا. انتوا تعرفوا لو اتلمت كل الآثار اللي موجودة في متاحف العالم واتحطت في بلدنا، متاحف العالم كلها هتبقى فاضية، وهتدخل كمان عائد مادي كبير جدا عندنا احنا. شوفوا المتاحف اللي بره القسم المصري فيه زحمة قد ايه. لازم يا جماعة نقدر قيمة الآثار بتاعتنا، ولازم يكون في وعي بتاريخنا وآثارنا. واللي ملهوش تاريخ ملهوش حاضر ومش هيبقى ليه مستقبل. وبلاش نكرر الكلام الغلط وقلة فهم بالحضارة المصرية قدام الأطفال والأجيال الجديدة، رجاء يعني مش ناقصة. ده بعيد عن كمان الناس اللي بتكفر أي حد بيتكلم عن الآثار، وده طبعا عايز لهم حلقة لوحديهم. مليون قطعة أثرية، مليون قطعة أثرية معروضة بالمتاحف الأوروبية. يعني عندكم مثلا المتحف البريطاني 100,000 قطعة أثرية، المتحف المصري برلين 80,000 قطعة أثرية. انتوا متخيلين كم الآثار المنهوبة؟ طب ازاي خرجت الآثار دي برا مصر؟ عندنا 3 طرق. أول طريقة عندنا كانت الآثار قبل 1983 كانت بتخرج برا مصر عادي جدا مع بعثة أجنبية، مثلا واحد أجنبي باحث أثري أجنبي اكتشف مكان أثري بياخد نسبة. كمان في آثار اتعاطت هدايا لبلاد أوروبية، زي مثلا محمد علي عطى مسلة بتاعت رمسيس التاني لملك فرنسا ومحطوطة في ميدان كونكورد في باريس. للأسف احنا مش هنعرف نرجع الآثار اللي متهربة بالطريقة دي. ليه بقى؟ لأن هي خرجت بطريقة شرعية، ما كانش موجود أصلا قانون بيحمي الأثر بتاع 1983، فهي خرجت برا مصر من غير ما يكون في قانون وقتها بيمنع خروج الآثار برا مصر. تاني طريقة عندنا اتهربت بيها الآثار برا مصر هي طريقة الحرامية والعصابات. حرامية وعصابات حفروا مكان وسرقوا الأثر من المكان دوت وهربوها برا مصر، مش هترجع تاني. طب ليه مش هترجع تاني؟ لأن هي ما اتسجلتش أصلا. هم حفروه وطلعوا الأثر ده وخرجوها برا مصر، وما عدتش على وزارة الآثار وما اتسجلتش. تالت طريقة عندنا هي بعثة أثرية كانت بتنقب في مكان أثري معين ولقوا أثر، والأثر ده اتسجل فعلا، بالفعل اتسجل، بس اتسرقت واتهربت برا. طب ينفع نرجع الأثر ده؟ ينفع نرجعه، زي مثلا راس نفرتيتي، حجر رشيد. لو هنتكلم عن موضوع سرقة الآثار فده ابتدى من أيام الحملة الفرنسية سنة 1798. بعد كده بقى لقينا كتب ومجلات كتير بتوصف مصر، ومن ضمن الكتب دي كتاب وصف مصر. من هنا بقى العالم كله بدأ يهتم بالآثار، وما كانش فيه أي قانون بيمنع الإتجار بالآثار لحد القرن التسعتاشر. بدأت الآثار تتباع كده عيني عينك وبتتهرب برا مصر، وبدأ الرحالة الأجانب يدوروا على الآثار بداية من القرن التسعتاشر، وبقت الآثار زي الهدايا بالظبط كده. أي ملك أو أمير جاي من برا عجبته قطعة آثار موجودة جوا مصر، ياخدها معاه هدية كده منه ليه. في يوم 15 أغسطس سنة 1835 عمك محمد علي باشا أصدر مرسوم بيمنع عن الآثار دي تخرج برا مصر أو أي حد يتاجر فيها، هو بس اللي يتاجر فيها. أنا صراحة مش عارفة هي كانت بلده عشان يوزع منها على البلاد الأوروبية مثلا. فراح محمد علي عمل مبنى كده بحديقة الأزبكية بالقاهرة وحط فيها الآثار. طبعا المرسوم اللي أصدره محمد علي ما جاش بفايدة، والآثار بقت تتهرب برا مصر وتخرج برا مصر، وكمان محمد علي ذات نفسه كان بيخرج الآثار ويديها هدايا للبلاد التانية. لحد بقى سنة 1983 نقدر نقول شوية بقى في قانون بيحمي الآثار المصرية من السرقة والنهب، وده من خلال قانون رقم 117 اللي بينص على إن ممنوع الآثار المصرية تتعاطى هدايا للبعثات الأجنبية. بعد قانون 2002 ظهر عندنا قانون 2010، والقانون ده قانون حماية الآثار. وبيقول القانون ده بيقول إن أي أثر نتاج الحضارة المصرية أو حضارات تانية جات على أرض مصر، سواء بقى يونانية رومانية بيزنطية، أي نتاج حضارة، فنون علوم آداب ديانة، أي أثر بدأ من عصور ما قبل التاريخ لحد أثر عمره 100 سنة، بس بشرط إن يكون ليه قيمة أثرية، قيمة فنية، قيمة تاريخية، ما ينفعش ان هو يتباع او يتهرب. كمان المادة 42 من قانون 2010 بيقول ان اي حد هيحفر بقصد سرقة الآثار او يهربها هيتحكم عليه ب3 سنين سجن، وهتتصادر الأثر والأجهزة والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة.
كمان هيدفع غرامة 500,000 جنيه. ده غير كمان موقع الحرف ذات نفسه هيتم التحفظ عليه. الكلام لسه مخلصش عن سرقة الآثار المصرية، استنوني في الجزء التاني واشوفكم على خير والسلام عليكم.